تخيل معايا لاعب مغربي في الصيف الحراره اللي كتوصل 40 درجه وسط ملعب واشنطن كيتسلم الكره وكيرجع يجري مسافه 80 متر وكيسجل هدف. هادشي ماشي من الخيال، هذا راه اشرف حكيمي البراق اللي انطلق من يونيو العام اللي فات وما بغاش يوقف. خليني نحكي القصه من الاول حتى للاخر، ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. يلا نبداو. بدا برونزيه اولمبيه كاول ميداليه كرويه في التاريخ المغرب، كملها بكاس فرنسا للمره الثالثه وبعد اللقب الدولي المره الرابعه. ولكن الحكايه حكايه كبيره بدات في دوري ابطال اوروبا. باريس سان جيرمان الفريق اللي كان كيخسر ديما في اوروبا، اللي حقق المستحيل واللي كان واحد من مفاتيح الانتصار هو اشرف حكيمي. في بطوله في امريكا وفي ظروف مناخيه مجنونه، اللاعبين كيلجؤوا للثلج باش يتبردوا ومدربين كيخليو الاحتياطيين في مزدوج الملابس. ولكن حكيمي خالف التوقعات. في درجه الحراره 39 مئويه قطع 80 متر في اقل من 9 ثواني وسجل هدف من اروع الاهداف في الموسم. بسبب درجات الحراره المرتفعه، درجه الحراره الان 32 درجه مئويه في واشنطن، والحكم يوقف اللعب من اجل شرب المياه. اللي وصل ل 10 اهداف و12 اسيست و69 مباراه، رقم ماشي سهل اللي كيتجاوز حتى اوسكار اللي لعب 87 في 2013. بعد المباراه اللاعبين الامريكيين بداو يتسابقوا ياخذوا التوني ديالهم اللي فاز به بول، اللي قال مازال ما مصدقش لعبت ضد حكيمي، الحلم تحقق. ولكن اللي اجمل هو التواضع ديال اشرف. حمل طفل مغربي وسط المدرجات وتصور معاه في لحظه اللي صعيب تنساها. ولكن ماشي كلشي كان مثالي، ميسي نيمار دي ماريا كانوا كيلعبوا بوحدهم وحكيمي كيتجاهلوه. الصحافه الفرنسيه سولات علاش ميسي ما كيمرش الكره لحكيمي، ولكن اشرف بقى ساكت كيحمي الفريق. وهذا الشيء اللي خلى المواجهه في كاس العالم انديه تحمل طابع خاص. باريس سان جيرمان ضد انتر ميامي، ميسي قدام اشرف حكيمي والنتيجه 4-0 لصالح باريس سان جيرمان. وحكيمي كان نجم بدون منازع، قطع الكرات، شارك في الهجمات وصنع هدف عالمي. وحتى ميسي ما قدرش يدوز النجم ديالو لا مره. كانت تصفيه الحسابات القديمه ولكن باخلاق عاليه وباحترافيه. في مونديال قطر كانت نقطه تحول في مسيره حكيمي، ضربه بانيكا ضد اسبانيا، الركض نحو الام والدموع في العيون. المغاربه كاملين شافوا فيه الروح بلادهم. حكيمي ماشي غير لاعب، هو ابن الشعب، الولد اللي خرج من القصر الصغير وصل لقلب الملايين. سولوا على الكره الذهبيه، الجواب كان بكل بساطه كل الناس كيشوفوا لي مرشح فهذا شرف، ولكن الاهم هو الفريق وبلادي المغرب. جواب متواضع لكنه كبير ومعنى. في وجهة نظري لازم يكون احسن لاعب في افريقيا، هو افضل في العالم. والاعلام العربي قالها بصوت عالي، لاعب لعب 60 مباراه، فاز بالثلاثيه، تالق في المونديال، اش خاصو اكثر؟ اشرف حكيمي بطل مغربي بقلب انساني وباقدام تنحت المجد. الكره الذهبيه ربما تجي او لا، ولكن التاريخ كتب اسم ديالو، كتب بحروفه اشرف حكيمي. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تهلاو.